حياكم الله وبياكم. السلام عليكم. سافر العالم أينشتاين إلى اليابان سنة 1922 في الوقت اللي تم إعلان فوزه بجائزة نوبل في الفيزياء. ولما وصل الفندق ما كانش معاه فلوس علشان يديها للعامل اللي جاب له الشاي، فمسك ورقة وكتب عليها جملة ووقعها واداها للخادم ونصحه بالاحتفاظ بها. وبعد مرور 95 سنة من الواقعة دي اتصل ابن أخو العامل ده بأحد مسؤولي المزايدات علشان يبيع الورقة دي في مزاد علني. وبالفعل ابتدى المزاد بالسعر الأول بقيمة $2000، وبعد 25 دقيقة بس وقف المزاد على مبلغ 1.3 مليون دولار. ولكن ايه اللي كتبه أينشتاين في الورقة دي؟ أينشتاين كتب في الورقة: حياة هادئة ومتواضعة تجلب قدرا من السعادة أفضل من السعي إلى النجاح المصحوب بالتعب المستمر. ننتقل بالمشهد إلى العالم العربي وبالتحديد سنة 1958 مع رئيس جامعة بغداد البروفيسور عبد الجابر عبد الله، واللي كان أحد 4 طلاب تتلمذوا على يد العالم أينشتاين في أحد المعاهد المشهورة في الولايات المتحدة الأمريكية. وبعد ما حصل الانقلاب على عبد الكريم قاسم رئيس وزراء العراق سابقا واللي كان سنة 1963 تم اعتقال البروفيسور عبد الجابر عبد الله مع كوادر علمية وعسكرية. وقال أحد زملائه في الزنزانة واللي كان بيعرفه معرفة جيدة إنه كان دايما بيشوفه سرحان وبيتأمل، ومش بس كده ده دموعه كانت بتنزل في بعض الأحيان. وفي يوم تجرأ وسأله عن سبب بكاء، فأجابه العالم الكبير وقال له: عندما حضر الحرس القومي إلى اعتقالي صفعني أحدهم فأسقطني على الأرض، ثم فتش جيوبي وأخذ كل ما فيه، وسرق قلم حبر قد أهداه لي العالم أينشتاين عندما حصلت على درجة الدكتوراه ووقعها به، وقد كان قلما جميلا من الياقوت الأحمر لم أكن أستعمله إلا لتوقيع شهادة الدكتوراه لطلابي في جامعة بغداد. سكت الدكتور عبد الجابر شوية فقال لزميله في السجن: ما ألمتنيش الصفعة ولا إهانة الاعتقال، ولكن اللي ألمني إن اللي صفعني كان أحد طلابي. وكان هذا كلام البروفيسور قبل أن يتم الإفراج عنه ليسافر إلى الولايات المتحدة الأمريكية ويعمل كأستاذ في نفس المعهد الذي تتلمذ فيه على يد العالم أينشتاين. ومنحه الرئيس الأمريكي هاري ترومان أعلى وسام في أمريكا وهو وسام العالم. فشوف هنا معايا المشهدين: الخادم الياباني أكرم أينشتاين واحتفظ بحتة ورقة ممضية من أينشتاين لأحفاده، ولكن في أمتنا العربية أهانوا أينشتاين العراق والعرب وكسروا قلم أينشتاين، مش بس في العراق ولكن في العالم العربي كله. دمروا العلم والعلماء والتعليم واهتموا بإنشاء جيل مهووس بس بالغنى والكورة والملاهي، والتي لا تسمن ولا تغني ولا تفيد إلا في انهيار الأمة. يقول أينشتاين: 2% من البشر يفكرون، و3% من البشر يظنون أنهم يفكرون، و95% من البشر يفضلون الموت على أن يفكرون. دمتم في أمان الله، صلوا على رسول الله. السلام عليكم.